السلام عليكم اصدقاء سندباد، صباح الفل عليكم في كل مكان. احنا النهارده في مكان جميل جدا رحتوه كتير وكتير، هنحكي عنه ونفرجكم عليه وعلى شاليهاته، وهو قرية بيوت باي والفندق كيمزو كابانا. احنا دلوقتي واقفين على حمامات السباحة، ورانا الشاليهات زي ما احنا شايفين كده، احنا بنصورها لكم اهي. الشاليهات كلها بتطل على حمامات السباحة الجميلة اللي فيها نوافير وصوت المية الجميلة وخرير النوافير الجميلة دي قدام عينك. تقدر تقضي فيها يوم ديوز او تقضي اكتر من يوم في الفندق بتاعها. طريق مصر اسكندرية الصحراوي مدخل 5. المكان قريب ومش بعيد، وتقدر تقضي فيه احلى يوم او احلى اجازة انت واولادك بدون ما تتأخر وبدون ما تسيب شغلك فترة كبيرة. تابعونا. ده مدخل الريسبشن بتاعه راقي جميل زي ما احنا شايفين كده، استقبال ظريف. المكان فيه اكتر من قعدات جلسات جميلة وانترهات مريحة للعين، وكمان بيتزين كمان كان عشان راس السنة. الحقيقة الفندق نظيف وجميل جدا وقريب مش بعيد، مدخل 5 طريق مصر اسكندرية الصحراوي. في سبا جميل جدا رجالي ونسائي. هنا الجمال كله، تيجي بعربيتك وتركنها الركنة فري في الباركينج، وتخش الريسبشن تحجز وتاخد غرفتك على طول وتقضي احلى يوم بالفندق. اما ده المطعم بتاعه الجميل زي ما احنا شايفين كده على البحيرات الصناعية، حمامات السباحة الجميلة معمولة على هيئة بحيرات صناعية، وكمان في قعدات جميلة جدا. القعدات دي تشبه قعدات المطاعم الشهيرة اللي هي فيها بتبقى مرجيحة، يعني تقعد وتتمرجح ويجي لك الوجبات وانت باصص على المناظر الجميلة الخلابة دي. وكمان الشاشة اللي هناك دي قاعدة بالليل كده عشان تعرض الماتشات المهمة والتلفزيون لتسلية النزلاء وقضاء وقت طيب على البسينات. اما هنا بقى الكبانة اللي بينتشر اسمه الفندق كيمزو كابانا، هي دي الكبانة اللي بتبقى على حمامات السباحة، تقدر تنزل فيها وتنزل على طول على حمامات السباحة. الحقيقة جمال تنسيق نظام، المكان جميل جدا وبانتظاركم لقضاء وقت ممتع وطيب. ودي الترابيزات البينج بونج، بس هم لمنها دلوقتي تقدر تتفردوا وتلعبوا عليها بينج بونج. ده الاوبن اريا بتاع المطعم بتاعه، المطعم كبير جدا وداير ما يدور حوالين المكان ده. طبعا ان كل جست فيه او كل جست اللي بينزل فيه يقدروا ان هم ياكلوا ويشربوا بمنتهى الجمال والاريحيه، ومفيش ضغط من المواسم ولا حاجه. لو في زحام لا، بالمطعم بيستوعب، الغرف بتستوعب. دخلنا المطعم سوا، ده هنا الاندور. طبعا بنشوف الترابيزات وبنشوف القعدات الجميله الظريفه. وهنا المطعم كمان فيه حمامات تقدر تغسل ايدك بعد وجباتك، مفروش جميل، الاكل فطار وفي غدا وفي عشاء. الحقيقه كل شيء متوفر. انا طبعا دخلت المطعم قبل ما يحطوا الاكل عشان بس اوريكم المنظر، بس الاكل بتاعه مميز جدا وتحفه، والفطار جميل والغدا كويس، العشاء جميل جدا، والشيفات رائعه. ده كده المطعم بتاع بيوت بي. هنا دخلنا الغرف مع بعضينا. الغرف بتاعته راقية جدا يا جماعة، متسعة جميلة. الغرف كده على النظام التركي، ده دولاب طبعا ملابس، وفي خزنة للمقتنيات الثمينة. هنا دي تلاجة ميني بار جميلة، والكاتل بتاع الشاي حاطينهولك، التلفزيون الليد الجميل، الستاير الرائعة التقيلة والخفيفة. هنا منظر السراير الجميلة، النظام التركي الرائع، والابوجرات الجميلة، اساس عصري انيق زي ما احنا شايفين. الغرف جميلة مكيفة رائعة. وهنا الحمام متسع، ده دش لوحده كده، ده غير البانيو كمان سشوار. لا يعني نظام جمال، تعقيم المكان بصراحة فندق عالمي. وهنا بنتجه للتراس بتاع الغرف عشان نتفرج سوا.
هنا المنظر برضو بالليل كان رائع، والأضواء الجميلة الخافتة وصوت النوافير الجميلة برضو في المكان. والمكان بصراحة بيتألق بالأضواء المتلألئة على حمامات السباحة والبريدج اللي بيعدي ما بين مكان لمكان. المكان جميل، خلاب، هادي سواء بالليل أو بالنهار. دي حمامات السباحة الجميلة، نزلنا مع بعض اهو وبنتمشى فيه وبنوريكم الشاليهات، دورين، دور أرضي ودور علوي على حمام السباحة الكبير ده غير كمان التاني اللي عند الكبانة، خلوا بالكم. دي مكان للغرف، وفي غرفتين كده يمين والشمال قدامها، ده سبا رجالي وقدامه سبا حريمي. طبعا السبا عبارة عن مساجات سكرابات، تقدر ان انت تاخد المساجات بتاعتك وتطلع منها انسان جديد بعد السبا الرائع اللي فيه.